أكد مصدر أمني لنا أن الوزارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على إجراء تدوير وتسكين المناصب القيادية في قطاع الأمن العام، مشيرا إلى التشكيل الجديد يتجه إلى تعيين العميد محمد رجب مديرا لأمن الأحمدي، ومساعده العميد عبد الله حمود، والعميد صالح عقلة العازمي مديرا لأمن الفراعنة، ومساعده العميد نايف الحجرف، والعميد سليمان الجراح مديرا لأمن العاصمة، ومساعده العميد طلال العنزي، والعميد محمد مطلق مديرا لأمن مبارك، ومساعده العميد خالد بوناشي، والعميد زياد الخطيب مديرا لأمن حولي، ومساعده العميد حسين دشتي، والعميد حمد الطوالة مديرا لأمن الجهراء، ومساعده العميد صقر فايز العنزي. وفي سياق متصل أكد مصدر أمني عن إحالة عدد كبير من الضباط برتبة عميد إلى ديوان الوزارة، مشيرا إلى أن منقولين إلى الديوان